السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قرصة القاضي بأسهل طريقة. عندي خاشوقة من الشكر، وهنا خاشوقة خمرة خليتهن عليها، ومحضرة نص قلاص طحين صفر أخليه عليها، والنص الثاني بالوجبة الثانية، وقلاص مي عليهن. أخلطهن زين هسه إلى أن يتجانسن سوية، وخليهن مدة نص ساعة أخمرهن، واروح أسوي الشيرة. هسه هاي عندي صارت العجينة. أهم شي العجينة كون ما تصير خفيفة كلش، العجينة تصير تخينة يعني أثخن من الروبة. هسه خليها نص ساعة وعلى ما أسوي الشيرة. عندي هاي الشيرة قلاص شكر وقلاص أخليلها مي، أخلطهن سوية، وشوية مندوزي أو نوع محامض أو ليمونة، شوية أعصرلها خاشوقة تقريبا، وخليها على النار لما تفور. أهم شي تكون الشيرة باردة حتى من أكمل أخليهن. هسه عندي هاي العجينة اختمرت، أظل أخلطها إلى أن تتجانس، وأخلي عليها النص الثاني من كوب الطحين، وأخلي عليها همينة خاشوقتين نشا، وأظل أخلط بيهم إلى أن يتجانسن، أطلع الهواء من عندهن. أخلطهن زين، بعدين أخلي الزيت شوية يحمى، ونص النار على نار ناصية، وأسويهن بالخاشوقة، نار ناصية وبالخاشوقة وحدة وحدة. وبعدين أقلبهن، خليها على الجهة الثانية لما يصير لون القرصة لونه ذهبي، أخليهن بالشيرة، وهن حارات أخليهن بالشيرة باردة حتى يظل مقرمش. طعمها طيب لذيذة، كلش جربوها وسهلة، وموجودة مكوناتها بكل بيت. هسه عندي استوت من هاي الجهة، قلبتها على الجهة الثانية. هسه رأسا هن حارات أخليهن بالشيرة شوية رأسا، وأطلعهن أقلبهن بالشيرة وأطلعهن. هذا شكلها النهائي. إن شاء الله تعجبكم، ولا تنسون القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة.